السلام عليكم. مبروك للمغرب. انفنتينو يعلن رسميا فوز المملكة المغربية الشريفة بتنظيم كأس العالم 2030 مع الملف المشترك اسبانيا والبرتغال. يا جماعة انا رسالتي للناس كلها، انا رسالتي للشعب الجزائري، للاعلام الجزائري، حب نفسك عشان الناس تحبك. المملكة المغربية دائما مدية ايديها بالخير، بالعطاء، بالحب، بالحسنى، لا في مؤامرة ولا في كلام وحش ولا في مد بالاذى، ولكن انت بتمد ايدك بالاذى. دايما المملكة المغربية بتمد ايدها بالخير، علشان كده محببة كل الناس فيها. المملكة المغربية فازت من يومين فقط بتنظيم كاس الامم الافريقية 2025. طلع الاعلام الجزائري يقول لك كولسة وفضيحة ورشوة وفوز لقجع، ودلوقتي الاتحاد الدولي اعلن فوز المغرب بتنظيم كاس العالم 2030 بالملف المشترك. وطلع اعلن من قيمه اسبوعين رئيس الاتحاد الاسباني ورئيس الاتحاد البرتغالي بيقول لك ان المملكه المغربيه اضافتها للملف المشترك اعطى قيمه كبيره للملف اللي بيتقدم لتنظيم كاس العالم. وطلع انفنتينو قال ان الملف الاقوى اللي موجود هو المغرب والبرتغال واسبانيا. علشان كده مش هقول لك المعارف بتجيب حب، ولكن انت بتعمل ايه؟ قدم بالخير يا شيخ، تعامل بالحب هتلاقي الحب. عمرك ما بتقدم وحش وتقابل حلو، لا. فعلا المملكه المغربيه بلد الواقع، عندها شعب عظيم، شعب كريم، عنده جمهور، خد افضل جمهور في كاس العالم في قطر 2022. علشان كده المعطيات كلها في المغرب، عندهم ملاعب عظيمه، عندهم شعب عظيم، عندهم مواصلات، عندهم بنيه تحتيه، ودايما مستضيفين المنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب. وتقول لي المغرب بتفوز ليه؟ المغرب بتفوز بكولسه؟ لا، انت اللي عندك العقده، انت اللي عندك الحاجز، انت اللي عندك الهسهس. هتطلع تقول ايه الاعلام دلوقتي؟ طب الاتحاد الافريقي قعدت تشتغلوا وتقول كولسه وهننسحب من البطولات الافريقيه. هل هتنسحب برضه من البطولات الدوليه اللي بتنظمها نظام الاتحاد الدولي؟ هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ المملكه المغربيه بتثبت يوم عن يوم انها شعب جبار. شفناه في الملاحم، شفناه في زلزال الحوزه، شفناه هو بيساعد ليبيا، شفناه بيساعد حرائق تونس، شفناه هو بيساعد الشعب السوداني وبيستضيف نادي الهلال عنده بالمجان. وطلعت امبارح شفتوا الدعوه اللي بالحب خطفتم 40 مليون سوداني بالحب بالكرم بتاعكم. هو دي المملكه المغربيه. الاعلام الجزائري هتلاقي طبعا على الصفحات كولسه ومش كولسه. وانفنتينو اعلن ان الملف المشترك الثلاثي قوي جدا ولا يمكن القبول او الوقوف قدامه. عشان كده انسحبت السعوديه، وده حب وتقدير عشان اصوات اسيا تبقى للمغرب، اصوات افريقيا تبقى للمغرب، وطبعا اصوات الاتحاد الاوروبي هتبقى لاسبانيا والبرتغال مشتركه مع المغرب عشان قرب الجغرافي ما بينهم، ما بين اسبانيا والبرتغال. انت ممكن تشاهد 3 مباريات في يوم واحد لو بتلعب بال3 دول دول. عاشت المملكه المغربيه الشريفه، عاش شعب المغرب العظيم، عاش الملك محمد السادس. كل ديت امور لازم تحطها في معطياتك، العمل، الجد، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. وهم دوت مدوا ايديهم بالمحبه، خطفوا قلوب كل الناس. مبروك للمغرب تنظيم بطوله كاس العالم 2030. المغرب بتجهز اكتر من 9 ملاعب افريقيا وعلشان بطوله كاس العالم اللي بقت رسميه، وهم بداوا في العمل اكتر من سنه. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.